اجعل الناس تعتمد عليك انت وما تقدرش تستغنى عنك. ازاي نعمل كده؟ ده اللي انا اشرحه لك النهارده، فانت ركز معايا واشرب لاخر بق في كوبايه القهوه واصحى للكلام. لما تيجي الناس تعتمد عليك وما تقدرش تستغنى عنك، الاعتماد هنا هو بينقسم لقسمين. قسم الناس بتعتمد عليك علشان عارفاك ان انت بتعمل الحاجه باتقان وبضمير، بيعتمدوا عليك علشان مصلحه، يعني بيعتمدوا عليك علشان انت بتعمل الحاجه دي بضمير وبتعملها بطريقه باللي هم بيحبوها، فبيعتمدوا عليك في الحته دي. هنا هو الاعتماد مش هينفعك في الدنيا بتاعتنا دي غير هيرفع مستواك المادي بس، مش هينفعك في حب وتقدير ومحبة والكلام ده. هنا هو الاعتماد ملوش دعوة بالكلام ده، هنا هيرفع مستواك المادي وبس. الاعتماد التاني لما انت تكون معتمد على شخص بان هو مش يجي في يوم في الايام يخذلك او يكسر بقلبك او يجرحك او يعيشك في ايام سودة وانت كنت مش متخيلة. هنا الاعتماد بيعتمد على الحب والتقدير والمحبة اللي ما بينكم. وهنا الاعتماد بيزيد على مدى حب الإنسان اللي في قلبه وإخلاصه ووفائه للحب الفلان ده. فالاعتماد هنا يزيد ويكون الاعتماد وفي ما بين الطرفين. وهنا لما يجي يعتمد عليك في حاجة انت هتنفعه وهتنفع نفسك برضه، علشان هو بيحبك وهو علشان بيحبك فهيجيب لك حاجة تنفعك وتنفعه، فهيعتمد عليك فيها. فانت لما تيجي تعملها هتنفع نفسك وهتنفعه ومش هتضر نفسك. هنا ده اسمه اعتماد الحب. وده الاعتماد اللي احنا ذكرناه في الاول، ده اعتماد مستوى المادي اللي هو بيرفعك، بس بيرفع مستواك المادي وبس مش اكتر. الاعتماد مستوى المادي ولا اعتماد الحب والتقدير هينفعونا في حياتنا؟ اكيد طبعا هينفعونا في حياتنا. الاعتماد المستوى المادي هيخليك انت شخصيه فيمس مشهوره ما بين الناس، وكل انت ما تكون متميز في حاجه او متميز في اتقان حاجه وبتعملها بضمير وشاطر فيها، كل ما انت هيكون الطلب عليك كتير، كل ما انت هتسوق لنفسك اكتر واكتر، كل ما مستواك المادي هيعلى اكتر واكتر. فهنا الاعتماد على المستوى المادي هيفيدك جدا في حياتك ويغير حياتك 360 درجة، بسبب انك انت متقن في الحاجة دي او بتعملها بضمير، وهتكون انت شخصية فيمس مشهورة يعني بمعنى الكلمة. اعتماد الحب والتقدير بقى يعرفك ويخليك تفرق ما بين اللي بيحبك واللي عايزك وشريك واللي بيستغلك وقت فراغه بس. اعتماد الحب والتقدير ده يا باشا، اللي يحبك هيفضل دايما معاك، هيفضل دايما ليك حتى لو كانت الظروف بمنع، لو الدنيا متقفلة، لو مفيش طرق ابدا تخليكوا تبقوا جنب بعض، هو هيبني لنفسه طريق ان هو يفضل جنبك. ده اللي بيحبك وشريك وعايزك تكون جنبه في حياته دايما. امال اللي بيستغلك ده لما يكون قاعد فاضي ومش بيعمل حاجة يقول لك هنروح نقعد مع فلان شوية، نتكلم كلمتين معاه شوية، نضحك معاه شوية، هو ده اللي بيستغلك وقت فراغه. وانت يا عيني علشان ما بتعرفش تفرق ما بين ده وده، فانت حاطط ده مع ده وشايل ده في مكانه في قلبك في المكان الغلط، حطه في مكان غلط في قلبك، وده غلط كبير جدا. لازم تفرق ما بين ده ولازم تفرق ما بين ده. لازم تعرف مين اللي بيحبك وعايزك وشريك، ولازم تعرف مين اللي بيستغلك وقت فراغه. ممكن تكون انت مضيع حياتك ومضيع وقتك في شخص غلط في حياتك، شخص بيستغلك في حياتك وانت يعني ما تعرفش. فلازم تفرق ما بين كل واحد، لازم تمسك على التفاصيل القليلة. التفاصيل هي بداية الحكاية، فلازم تمسك على كل تفصيلة وكل بداية بتبتدي بيها علشان تعرف تفرق ما بين اللي بيحبك وعايزك وشريك واللي بيستغلك وقت فراغه. ممكن تكون انت بسبب انك انت معتمد على بني ادم معين وفاكر بانه هو ما يجيش في يوم يخذلك، بس الايام اثبتت لك عكس كده تماما. فما تزعلش، انت هتخش في حالات اكتئاب، هتبقى حزين، هتبقى بتتمنى الموت، وهتعيش سنة سنتين تبقى في الحالة دي. بس من لطف ربنا عليك هينسيك كل اللي فات وخليك تبدأ تشوف حلمك. ولما تبدأ تشوف حلمك وتبدأ تنجح، هتبقى انت شخصية معروفة ما بين الناس، تبقى شخصية فيمس مشهورة ما بين الناس، او حتى على الاقل خالص مشهورة في ما بين عيلتك. ولما يكون البني ادم ناجح بتكون سيرته على لسان البني ادمين كتير، فانت اكيد طبعا لما تكون ناجح سيرتك هتيجي قدام اللي جرحك زمان، وهو ساعتها هيتندم بان هو سابك. ومش هيتندم سنة سنتين زي ما انت اتندمت سنة سنتين، لا، ده هيتندم لحد ما يموت بانه ضيع نعمة كبيرة من ايديه. فانت قدر قيمتك، انت قيمتك غالية، وما تقولش ان انا اغير من نفسي لاجل عيون حد، لا، خليك زي ما انت. واللي ما يقدرش قيمتك سيبه وامشي انت، ما تخليهوش هو اللي يسيبك ويمشي. وما تقولش ان انا غير من نفسي لاجل عيون حد. هيجي في يوم في الايام ربنا يرزقك باللي يعرف قيمتك ويقدرك كويس.
فانت استغل وقتك في تحقيق حلمك، وفكك من المشاعر والحوارات دي. ساعتها ربنا هيرزقك بكل اي حاجه انت نفسك فيها، بس في وقتها. فانت ما تستعجلش. وبس كده يا سيدي، لو محتوى عجبك ما تنساش الفولو.